زاخة والزورات تعادل هدف مقابل هدف. نوروز والكرك تعادل سلبي، والقرمة الفوز بثلاثية على حساب نادي إدهوك. أما مباريات اليوم هناك 5 مباريات استكمال الجولة 27. ديالى نفط ميسان، أربيل الموصل، كهرباء الميناء، النفط والغراف، القوة الجوية وفريق القاسم. مباراة اليوم هناك في محافظة ديالى الجميلة بأجواء ربيعية جميلة، هناك في مدينة البرتقال، في مدينة البساتين، في المدينة الجميلة جدا التي يمر عليها نهر دجلة، ونهر دجلة وهذه الأيام الجميلة الممتلئ بالمياه. وبالتالي أكيد الآن البساتين بهذا الجو الربيعي بأحلى طلة، بأحلى طبعا بأحلى ما يكون بساتين ديالى المليئة بالفواكه، وأهمها فاكهة البرتقال. مدينة البرتقال تستضيف أبناء ميسان، أبناء العمارة، نادي نفط ميسان في مباراة مهمة جدا، مباراة البحث عن 3 نقاط من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر والذهاب إلى المناطق الدافئة. نادي ديالى في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، 8 انتصارات، 8 تعادلات، 10 هزائم، سجل 30 هدف واستقبل على 30 هدف. بينما نادي نفط ميسان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، 6 انتصارات، 7 تعادلات و13 خسارة. سجل الفريق 27 هدف واستقبل 41 هدف. نادي نفط ميسان يبدأ تشكيلة اللقاء في حراسة المرمى أمجد رحيم، في خط الدفاع علي عبد الأمير، سوالي أوتار، حسين مطر، ناثنيال نانجولو، كريس كوفوموا، سجاد جبار، نسيم صيود، على سعد، ديمي داوودة، فقار عبد دويتش. هذه هي اختيارات المدرب علي عبد الجبار الذي استلم الفريق من الدور 20 لغاية الآن. بينما اختيارات المدرب التونسي من الزلفاني يبدأ بوسام محمد في حراسة المرمى، مقتدى حسن، ثامر الصالحي، علي خالد، مصطفى مؤيد، محمد محسن، بيتروس بومال، بركات الحميدي، أنس مالك، عبد المجيد صبارة، كولينز أوباري. أما قيادة اللقاء طاقم التحكيمي محمد طارق من الحكام الشباب المتميزين ضمن الأكاديمية الآسيوية لحكام النخبة، ويساعده مساعد أول أمير داود، ومساعد ثاني مصطفى نهاد، والحكم الرابع أحمد عدنان، وحكام غرفة الفار الدولي مهند قاسم، ويساعده علي فاضل. مباراة مهمة جدا للفريقين، يعرف تماما الفريقين لا يريدان استنزاف المزيد من النقاط، يريدان 3 نقاط، خاصة ديالى الذي يلعب في أرضه أمام جماهيره. بينما نادي نفط ميسان بقيادة هذا المدرب في آخر مباراتين لم يستقبل أي هدف، فاز على الميناء بهدف مقابل لا شيء، وتعادل سلبي مع أربيل. وبالتالي يحاول الفريق عدم عدم استقبال هدف واستمرار النتائج الإيجابية. بينما نادي ديالى القادم بفوز أمام فريق القاسم ب4 أهداف مقابل لا شيء. يعني بالنسبة لفريق ديالى الذي تعادل مع نوروز في المباراة الأخيرة، وأيضا آخر انتصار له كان على فريق القاسم ب4 أهداف مقابل لا شيء. بينما فريق نفط ميسان الذي فاز على الميناء هناك في البصرة بهدف مقابل لا شيء. بداية هذا اللقاء ديالى بالملابس التقليدية البرتقالية، نفط ميسان بالملابس الغامقة. هنا المحاولة والضغط، لكن ابعاد الكرة عالية والى الخارج. رمية جانبية لمصلحة فريق ديالى، تلعب رمية جانبية، كولين سوباري، تمريرة أمامية، تغطية موجودة من أوتارا، يحاول عبد المجيد صبارة افتكاك الكرة، قطعت عادت لمصلحة مصطفى مؤيد، يلعب الكرة خطيرة 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 خطيرة، والتصويب والتصدي الدفاعي ممتازة من دفاعات نفط ميسان، تصدي دفاعي ممتاز أمام هجمة خطيرة جدا لمصلحة نادي ديالى، والمطالبة بلمسة يد، المطالبة بركلة جزاء في بداية هذا اللقاء. هل هناك
لمس الكرة باليد في هذه الحالة. شاهد مصطفى مؤيد المنطلق من جهة اليسار والذي لعب الكرة العرضية، مرت وصلت، والمحاولة والتصدي من قبل دفاعات فريق نفط ميسان. نعم، لا وجود لشيء، وبالتالي لاعب نفط ميسان ناثانيال نانجولو تلعب رمية جانبية. يحاول فريق ديالا في وسط الملعب، عبد المجيد صبارة، عبد المجيد بحث عن المرور، انطلق مصطفى مؤيد، دائما ما ينطلق الى الامام. مصطفى مؤيد مدافع اليسار يستطيع لعب في كلتا الجهتين كمدافع يسار او كمدافع يمين. ثامر الصالحي الى علي خالد، علي خالد تمريرات قصيرة لمصلحة فريق ديالا. عبد المجيد صبارة لعب الكرة الى الخلف، يضغط فريق نيسان، دفاع متقدم فريق نفط ميسان من اجل افتكاك الكرة، لكن ما زال فريق ديالا يلعب الكرات القصيرة. شاهد لا يريد لعب الكرات الامامية. هنا الان الكرة الامامية باتجاه المهاجم، لكن طالت على عبد المجيد صبارة. رمية جانبية. كرة الآن يحاول من جديد أمامية مصلحة فريق نفط ميسان. يحاول الآن فريق ديالا، لكن قطعت الكرة، الكرات مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. هنا التمريرة، محاولة المرور، مر وعدى وانطلق على سعد أرضية عرضية وتزحلق اللاعبان. نعم، سقط اللاعبان في داخل منطقة الجزاء، وصلت سهلة لوسام محمد. علي عبد الجبار الذي استلم الفريق في من الدور 20 ولغاية الآن، انتصارين، 3 تعادلات وخسارتين. هذه المباراة الثامنة. هل ينجح مقتدى حسن؟ يحاول المرور مقتدى، لعبها لمحمد محسن في وسط الملعب من جديد. مصلحة فريق ديالا علي خالد صاحب الخبرة والتجربة، يلعب اتجاه مصطفى مؤيد، مصطفى من امام سواليو، لكن ناثانيال نانجولو قطعت الكرة، عادت مجددا لمصلحة فريق ديالا. يحاول المرور، ممتاز الواحد اثنين، جميلة، جهة يسارية نارية من فريق ديالا، لا وجود للخطأ، عادت وقطعت من فريق نفط ميسان. رأسية علي خالد، محمد محسن. 5 دقائق سيطرة واضحة لنادي ديالا على حساب نادي نفط ميسان الذي يكتفي بالدفاع. كرة الأمامية وصلت إلى مقتدى، يضغط ديمي داوود على مقتدى، لكن ينجح مقتدى بالمرور. تلعب الكرة، يحاول فريق ديالا، لكن هذه المرة بعيدة إلى الخارج. رمية جانبية، عبد المجيد صبارة، رمية جانبية، ناثانيال أو هذا سوالي أو تارل أوفواري. سبق اللعب القادسية والاتحاد السكندري، وتجربة احترافية مع نادي نفط ميسان الموسم الثالث. السلام اللاعب نفط ميسان ساقط على أرضية الملعب، وثامر الصالحي يلعب الكرة إلى الخارج بالسلامة. مباراة الذهاب طبعا انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف. سجل ديمي داوود مبكرا كان نفط ميسان، وثامر الصالحي سجل في الدقيقة 5 من الوقت المضاف بعد الدقيقة 90. شاهدنا اللقطة ما بين علي خالد
طبعا اللاعب نسيم صيود بالسلامة. سيتلقى الإسعافات الأولية. شاهدنا الرمية الجانبية التي وبعدها الكرة المشتركة ما بين ثامر الصالحي. بالسلامة لسجاد جبار. سجاد جبار لاعب رقم 8 لاعب خط الوسط. محمد طارق كان قريب من الحالة. نعم تحدث هكذا احتكاكات تحدث. هذا هو سجاد. تلعب رمية جانبية وإعادة الكرة بكل روح رياضية لمصلحة فريق ديالا. مقتدى تلعب أمامية لكن أيضا الإبعاد. تلعب رمية جانبية من الكرة العرضية والرأسية. الرأسية وإلى الخارج. إلى الخارج. محاولة كانت مصلحة فريق ديالا. ناثانيال نانجولو يطلب الهدوء. شاهد الكرة خرجت أم لا؟ على ما يبدو لم تخرج. حاول عبد المجيد صبارة. ركلة مرمى. تلعب الكرة طويلة وإلى الخارج. رمية جانبية. هذا أمجد رحيم. المباراة رقم 12 لأمجد رحيم. 2 كلين شيت. لديه مباراتين حافظ على نظافة الشباك. رمية جانبية. مصطفى مؤيد على لعب الرمية الجانبية. يلعب الرمية الجانبية يحاول لكن قطعت الكرة. سواليو اوتارا يضغط كولينز اوباري وايضا اللاعب كريست يحاول ابعاد للكرة مرة اخرى لمصلحة فريق الديالا والابعاد وداخل منطقة الجزاء والمحاولة والكرة لكن راسية ناثانيال الواضح على الصورة إلى الحارس أمجد رحيم صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة. أمجد رحيم كرة طويلة أمجد رحيم وهناك خطأ. راية وتسلل. محمد طارق يطلب من اللاعبين لعب الكرة في مكان حدوث الخطأ. ثامر الصالحي 10 دقائق مرت أحبة المشاهدين والتعادل السلبي لغاية الآن. كرة العالية هنا الرأسية. محاولة يبحث فريق ديالا وهناك خطأ على فريق ديالا. خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان. خطأ لمصلحة اللاعب علي عبد الأمير. شاهد لقطة الكرة المشتركة بين علي عبد الأمير وأيضا اللاعب الوضع بالصورة كولين زوباري. محمد طارق يطلب الهدوء من لاعب نادي ديالا بركات الحميدي التونسي. نعم محمد طارق من الحكام الحازمين جدا وقريبين على كل اللقطات. يعني دائما ما يحاول السيطرة على المباراة منذ البداية.
تلعب الكرة طويلة. يحاول فريق ديالا من جديد المرور من جهة اليسار، عبد المجيد صبارة الى مصطفى لا عبد المجيد، لكن قطعت جهة اليسار لدى فريق ديالا فعالة جدا من الناحية الهجومية. دائما نشاهد الهجمات في ال 12 دقيقة التي مرت. هنا مصطفى مؤيد لعبد المجيد، لكن مرت. عادت الآن مصلحة فريق نفط ميسان من جديد، يحاول تمريرة سجاد جبار أو تارا سجاد، يضغط لاعبي نادي ديالا على لاعبي نادي نفط ميسان. يضطر فريق نفط ميسان للعب الكرة الأمامية الطويلة من أمجد رحيم، طويلة ممتازة. ديمي داوودة الخطير، عنوان الخطورة، مصدر الخطورة، يحاول المرور، مرر كرة، بحث عن تصويبة على سعد. هجمة جميلة جدا من فريق نفط ميسان، الخطورة كل الخطورة من ديمي داوودة. نعم، الذي حضر الكل، حضر الكرة لعلاء سعد، وشاهد علاء سعد صوب الكرة، لكن الكرة أتت في وسط المرمى. هنا تصويبة، لكن أيضا أمجد رحيم بدأنا نشاهد التصويبات والتسديدات من قبل اللاعبي الفريقين. شاهدنا تسديدة قبل ثواني لعلاء سعد، ورد عبد المجيد صبارة بتصويبة قوية، لكن أيضا أمجد رحيم موجود. قطعت الكرة محمد محسن لمصلحة فريق ديالا لعبد المجيد صبارة، لمس الكرة كثيرا عبد المجيد صبارة لاعب نادي ديالا، يحاول وقطعت الكرة، عادت مصلحة فريق نفط ميسان. هنا تمريرة على سعد، يحاول، وهناك خطأ على مشارف منطقة الجزاء، على قوس الجزاء، وبالتالي شاهد هنا الخطأ والكرة المشتركة ما بين محمد محسن وعلاء سعد، وبالتالي خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان. ونعرف علاء سعد يمتلك الإمكانية، يمتلك قوة وتركيز كبير بالتسديد. هل ينجح فريق نفط ميسان بتسجيل أول أهداف عن طريق هذه الكرة الثابتة، الكرة الخطيرة، تقريبا أكثر من 22 ياردة. محمد طارق يطلب من اللاعبين اللعب على الصافرة، علاء سعد هو المتخصص، هل هو من يسدد؟ شاهد جدار بشر من لاعبي نادي ديالا، كرة خطيرة وكرة صعبة جدا لمصلحة فريق نفط ميسان. من سوف يصوب؟ علاء سعد، ديمي داوودة، أكثر طبعا على الأكثر علاء سعد هو الذي سوف يسدد أم ديمي داوودة يلعب الكرة، اصطدت بالجدار، كان عليك أن تتركها لعلاء سعد. على العموم يعني هكذا أمور هي خاصة وهنا ماذا تفعل يا سوال يا أوتارا؟ ماذا تفعل يا أوتارا؟ بطاقة حمراء على سوال يا أوتارا الإيفواري، يخرج بالبطاقة الحمراء، وهي البطاقة السادسة على لاعبي نادي نفط ميسان. ماذا تفعل؟ أخطأت بتقدير الكرة، وعبد المجيد صبارة الذي كاد أن يفرد بالمرمى لولا الإعاقة من سواليو ترى، وطرد
طرد على فريق نفط ميسان في الدقيقة 16. آخر لاعب، نعم آخر لاعب، والحالة صحيحة، الحالة صحيحة، وجماهير ديالى أكيد شاهد هذا الشيبة، هاي الشيبة المباركة كيف رفع العقال. تحية لهؤلاء اللاعبين. نعم، لماذا نريد أندية المحافظات تتواجد في دوري نجوم العراق؟ كون لديها قاعدة جماهيرية، وهذه القاعدة الجماهيرية تخرج لنا المواهب، وخاصة يعني أندية مثل نفط ميسان التابعة لمحافظة ميسان، ديالى التي تمثل نادي ديالى تخرج لنا مواهب يعني، وخاصة ديالى ليست مواهب فقط على مستوى كرة القدم، حتى على مستوى بقية الألعاب الجماعية والفردية، وحتى على مستوى الحكام. نتكلم عن يعني وجود حكم من محافظة ديالى اسمه يونس غانم، أصغر حكم في العراق من تولد 2011، يدير مباريات الفئات العمرية. نعم، فالمواهب موجودة في محافظاتنا العزيزة، وخاصة محافظة كبيرة مثل ديالى. هنا سواليو تارا الذي حصل على البطاقة الحمراء، هل هناك عودة للفار؟ هل يتأكد من قراره محمد طارق؟ نعم، هو كان آخر لاعب. هل هناك عودة للفار؟ سواليو تارا الإيفواري لغاية الآن طبعا خلاص يخرج بالبطاقة الحمراء. ومحمد طارق يقول لا خلاص القرار صحيح. نعم صحيح يا سوالي أوتارا. يعني فريق نفط ميسان يعني سوف يلعب ما يقارب 72 دقيقة منقوص العدد. وعلي عبد الجبار يتكلم مع محمد طارق حول اللقطة. اللقطة واضحة تماما، يعني هناك إعاقة، وهو آخر مدافع وآخر مهاجم، وبالتالي بطاقة حمراء صحيحة، هي البطاقة الحمراء السادسة على لاعبي فريق نفط ميسان. علي كوتي طرد أمام أمانة بغداد، حسين كاظم طرد أمام نفط ميسان، أولاد ماثيو طرد أمام القاسم، سوالي أوتارا طبعا هو الطرد الثاني، سوالي أوتارا أيضا طرد أمام نادي القرمة، وحسين مطر طرد أمام نادي الزوراء. وبالتالي سوالي أوتارا يطرد للمرة الثانية في دوري نجوم العراق. طبعا كانت هي كرة ثابتة لمصلحة فريق نفط ميسان، ارتدت من الجدار، أصبحت هجمة مرتدة. سوالي أوتارا طبعا لم يحسن التعامل مع الكرة، وعبد المجيد الصبارة استغل الخطأ الذي ارتكبه سوالي أوتارا، وحاول الانفراد بالحارس أمجد رحيم، لكن تعرض إلى الإعاقة من سواليو، وعلى إثرها تلقى البطاقة الحمراء. خطأ الآن لمصلحة فريق ديالى. الدقيقة 20 انتهت، نعم 20 دقيقة مرت، وندخل في الدقيقة 21 مباشرة يجري تبديل علي عبد الجبار، لا ينتظر إبراهيم عبد الكريم بديلا لديمي داوود من أجل ترميم الخط الدفاعي بعد طرد اللاعب سوالي أوتارا. ديمي داوود اللاعب الأخطر في صفوف فريق نفط ميسان، نتكلم عن لاعب ساهم ب 12 هدف، سجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف، لكن يغادر، أكيد يريد أن يعيد ترتيب الدفاع مجددا من أجل البقاء على التنظيم الفريق وإخراج لاعب خط وسط مهاجم. خطأ الآن، من على التصويب؟ من سوف يصوب الكرة من فريق ديالى؟ هل بركات الحميدي التونسي؟ الحميدي أمام جد رحيم، بركات، لكن سهلة من بركات بإحضان الحارس أمجد رحيم، وبالتالي تصويبة كانت في وسط المرمى.
يمن الزلفاني غير راضي على التسديده الاخيره بالسلامه لامجد رحيم الذي يعاني من اصابه. امجد رحيم المباراه الثانيه عشر له كحارس مرمى اساسي، حافظ على اضافه شباكه في مباراتين فقط. طبعا يعني فريق نفط ميسان لم يحافظ على نظافه الشباكه سوى في مباراتين فقط، والمباراتين كانتا اخر مباراتين لعبوهم الفريق امام الميناء وامام اربيل، 0-0 امام اربيل وبعدها الفوز على الميناء، وكان الحارس امجد رحيم هو المتواجد كحارس اساسي زاد عن مرمى فريق نفط ميسان. بالسلامه لامجد رحيم حارس مرمى الخبره يعاني من اصابه بعد اللقطه الاخيره. المباراه توقفت بسبب حاله الطرد على سوالي اوتارا في الدقيقه السادسه عشر، ومن ثم استؤنفت بركله حره والان توقفت، وبالتالي يعني كلما تتوقف المباراه يقل رتم المباراه. شاهد هنا اللقطه بالسلامة لأمجد رحيم والسلامة لجميع الموجودين. علي عبد الجبار الذي طبعا استلم الفريق من الدور العشرين، وبالنسبة لمدربي فريق نفط ميسان الأردني بدأ عبد الله أبو زمع، بدأ من الدور الأول لغاية الدور الرابع، ومن ثم استلم حسن أحمد من الدور الخامس لغاية الدور التاسع عشر، وبعدها علي عبد الجبار. ثلاث مدربين لفريق نفط ميسان خلال هذا الموسم، بينما فريق ديالى يحافظ على يامن الزلفاني. هنا الرأسية من علي خالد تجاه مصطفى مؤيد، تترك لعبد المجيد صبارة. عبد المجيد، هل يستثمر فريق ديالى النقص العددي لدى فريق نفط ميسان أم يصمد فريق نفط ميسان؟ كولين زوباري، صراع ما بينه وما بين الكاميروني ناثنيان نانجولو، ما بين الغاني والكاميروني، لعبها الكاميروني عالية طويلة. محمد محسن وصلت، وهناك خطأ، هناك خطأ لمصلحة فريق ديالى، مصلحة محمد محسن كابتن الفريق. ثامر الصالحي لعلي خالد، فريق الميناء يحاول في وسط فريق ديالى، يحاول في وسط الملعب تمريرة مجددا. علي خالد يعود إلى ثامر الصالحي، مر ثامر الصالحي، مر عدى ثامر، تمرير الآن لمن؟ لمقتدى. مقتدى يحاول من جديد لمصلحة كريم، مصلحة الحميدي، نعم لمصلحة التونسي بركات الحميدي، وخطأ، خطأ بعد دخول من كريست كوفوموا الكونغولي، وخطأ آخر لمصلحة فريق ديالى، خطأ آخر لمصلحة فريق ديالى، لمصلحة التونسي بركات الحميدي. من على التنفيذ بركات أم مقتدى أو عبد المجيد صبارة؟ عبد المجيد صبارة، هل يتركها؟ لكن إعادة. ما زال الخطأ لم ينفذ، إعادة التنفيذ. بركات الحميدي التونسي على تنفيذ هذا الخطأ، يحاول الآن تلعب الكرة العالية بعيدة تماما إلى الخارج، بعيدة تماما إلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان الذي يحاول تحقيق طبعا انتصاره الأول على فريق ديالى. هنا في هذا الملعب لم يحقق أي انتصار في هذا الملعب بالنسبة للنادي نفط ميسان على حساب نادي ديالى. تلعب ركلة المرمى طويلة من أمجد رحيم، هنا رأسية مصطفى مؤيد، وصلت في وسط إلى سجاد، قطعة الكرة عبد المجيد صبارة يقدم شوط أول ممتاز. عبد المجيد يحاول المرور، يلعب الكرة للخلف إلى مصطفى مؤيد، مصطفى من جديد لعلي خالد،
فريق ديالى أكثر استحواذ، أكثر سيطرة، لكن ليست بتلك الخطورة الكبيرة. من جديد لثامر الصالحي لاعبين نادي نفط ميسان متراجعين للخلف من أجل الدفاع، من أجل الصمود أمام الاستحواذ والحيازة لمصلحة فريق ديالى. مصطفى مؤيد لعبد المجيد صبارة، عبد المجيد يلعب الكرة العالية لكن أقرب لأمجد رحيم، أقرب لأمجد رحيم. هذا هو عبد المجيد صبارة اللاعب اليماني مع فريق ديالى. تلعب الكرة طويلة من أمجد رحيم، رأسية علي خالد، أقرب لدفاعات فريق نفط ميسان، عادت لمقتدى، مقتدى 1-2 مع محمد محسن إلى علي خالد. مجددا فريق ديالى يحاول يبحث عن هدف التقدم، خاصة أمام فريق نفط ميسان الذي يعاني من نقص عددي بعد طرد سوالي وتارا. هنا خطأ لمصلحة علي عبد الأمير. ماذا هناك؟ بطاقة صفراء على بركات الحميدي. أولى البطاقات على فريق ديالى. شاهد هنا اللقطة المشتركة ما بين بركات وعلي عبد الأمير. خطأ الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. لغاية الآن يعني المباراة لم ترتقي لتلك المباراة القوية. يعني الطابع التكتيكي واضح تماما على أداء الفريقين. هنا الزلفاني يتكلم مع الكادر التدريبي، من الزلفاني المدرب التونسي الذي قاد الفريق منذ الموسم الماضي ونجح بإبقاء نادي ديالى في دوري النجوم العراق. وفي هذا الموسم لغاية الآن يعني الفريق ماشي بطريقة جيدة نوعا ما، لكن ليست كما تمنى فريق أو جماهير نادي ديالى. تكلم عن بداية الموسم الفريق قدم مباريات قوية، أداء جيد، لكن حدث تذبذب وهبوط بالنتائج. السلامة لعلي عبد الأمير، على ما يبدو هناك إصابة على مستوى الفم. أما فريق نفط ميسان في هذا الموسم لغاية الآن لم يقدم ذلك الأداء الكبير. يعني نتكلم شاهد البراءة موجودة هنا في ملعب ديالى الذي يستضيف هذا اللقاء. ونعرف جماهير ديالى ذواقة للرياضة، ليست فقط على مستوى كرة القدم، حتى على مستوى بقية الألعاب. وشاهدنا فرقهم الجماعية، الصالات، كرة اليد، دائما الجماهير ما متواجدة خلفهم. يعني الشوط الأول أتكلم عن نصف ساعة مرت من الشوط الأول، و3 مرات المباراة توقفت بطرد سوالي أوتارا، وأيضا بإصابة أمجد رحيم، والآن إصابة علي عبد الأمير. وهنا محمد طارق ينبه أمجد رحيم بلعب الكرة سريعا وعدم التأخير. تلعب الكرة طويلة، قطعت عادت. أيضا هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب، اللاعب كريس كوفوما. اللقطة المشتركة ما بين كولين زوباري وكريست. خطأ آخر لمصلحة فريق نفط ميسان. محمد طارق، هل هناك بطاقة صفراء؟ هل هناك بطاقة صفراء أخرى على الغاني؟ نعم، على وباري بطاقة صفراء أخرى بعد بركات الحميدي. الآن وباري الغاني الذي سبق واللاعب النادي الزوراء يعرف تماما أجواء دورينا. بطاقة ثانية
وسقوط لاعب آخر من لاعبين نادي نفط ميسان على أرضية الملعب. وباري يقول لم أفعل شيء، لماذا البطاقة الصفراء؟ لكن الحكم خلاص يحتسب بطاقة صفراء. بالسلامة لكريس كوفوموا اللاعب الكنغولي. على عبد الجبار يعرف تماما الأمور تزداد صعوبة، وخاصة بعد طرد سوالي أوتارا. محمد طارق يطمئن على سلامة اللاعب. هنا اللقطة المشتركة ما بين كريست وأوباري، وخطأ لمصلحة كريست، ويقول لا وجود للخطأ، لكن خلاص هناك خطأ وتم خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان. 33 دقيقة أحبتي المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين ديال ونفط ميسان في اليوم الثاني من مباريات الجولة 27 من دورينا. شاهدنا 5 مباريات شاهدنا فيها الأهداف ب4 مباريات، هنا الرأسية والإبعاد من دفاعات نادي ديال. نعم 5 مباريات 4 مباريات شهدت أهداف، ومباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي ما بين نوروز والكرخ. وما زالت مباراة ديال نفط ميسان أيضا تعادل سلبي. تلعب الكرة، يحاول قطعت محمد محسن، أمامية من محمد محسن باتجاه كولين زوباري. هنا الرأسية بركات الحميدي من اللمسة الأولى، يحاول قطعة الكرة، وهناك خطأ. هناك خطأ لمصلحة نادي ديالى، أخطاء ولكن راية وتسلل، راية وتسلل من حكم المساعد أمير داود. يقول هناك راية وتسلل من هذه الزاوية، لا وجود للتسلل. هل كان في اللقطة الأولى؟ على العموم الحكم احتسب حالة تسلل على اللاعب الواضح في الصورة كولين زوباري. ضربة حرة غير مباشرة، تلعب الكرة عالية وطويلة، قطعة الكرة مصطفى مؤيد، وهناك خطأ على مصطفى مؤيد لمصلحة علاء سعد، خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان الباحث عن انتصاره الخامس خارج الديار. نعم لديه 6 انتصارات، لكن 4 منها خارج الديار. يعني نتائجه بالنسبة لفريق نفط ميسان، نتائجه خارج الديار أفضل من نتائجه هناك في ميسان. خطأ الآن علاء سعد على تنفيذ الخطأ. علاء يلعب الكرة العالية الطويلة داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية، لكن اصطدت بالدفاعات. البحث عن الهجوم المرتد، هنا المحاولة أنس مالك أمامية، وصلت إلى مقتدى يحاول مقتدى، ما زال يحتفظ بالكرة، لكن قطعت إلى الخارج، رمية جانبية، لعبة سريعة من مقتدى إلى كولين زوباري، قطعت من سجاد، تركها إلى ناثانيال، وصلت لعلاء سعد لمصلحة فريق نفط ميسان الباحث عن هجوم وتحول سريع. محمد محسن قاطع الكرة، محمد محسن إلى كولين زوباري، أوباري سيطر على الكرة بصورة جميلة، يلعبها في منتصف الملعب إلى الفرنسي بومال بيتروس، غير لعب إلى صبارة لا مقتدى يلعب الكرة الأرضية العرضية، لكن ممتاز من حسين مطر، ابعاد الكرة من قائد خط الدفاع حسين مطر. مجددا الآن يحاول مقتدى في مرة أولى وثانية، اصطدت، عادت إلى أنس مالك يحاول، لكن قطعت الكرة والمرور، وهناك خطأ لمصلحة فقار عبد دويتش مهاجم نادي نفط ميسان. فقار عبد دويتش يمتلك 5 أهداف و2 أسيست، ساهم ب7 أهداف. هنا الخطأ لمصلحة فقار عبد. المجيد الصبارة متحرك باليسار في اليمين، تلعب الكرة عالية وطويلة، جاء على سعد، هنا رأسية والإبعاد، سجاد جبار بمتابعة الكرة التي تخرج إلى الآخر، تخرج إلى الخارج، رمية جانبية.
رمية جانبية، تلعب رمية جانبية لكن سهلة سهلة وإلى الخارج. تلعب ركلة المرمى. ثامر الصالحي أنس مالك لم نشاهده كثيرا على مستوى الشق الهجومي. تلعب الكرة إلى أنس مالك. أنس بدأ باستلام الكرات. أنس مالك يلعبها لثامر الصالحي. ثامر الصالحي تمريرة أمامية باتجاه عبد المجيد صبارة. عبد المجيد صبارة يحاول المرور، لعب الكرة لا مقتدى إلى عبد المجيد مجددا. يحاول أنس مالك في وسط الملعب. محمد محسن. محمد محسن إلى مصطفى مؤيد، ومصطفى مؤيد يلعب الكرة لكن صعبة جدا صعبة جدا إلى الخارج. ركلة مرمى. حاول مصطفى مؤيد دائما ما يتقدم إلى الأمام. شاهد تمريرة محمد محسن لم يستطيع السيطرة عليها مصطفى مؤيد. أمامية من بتروس. بومال إلى أوباري. أوباري يلعبها إلى بومال. بومال يحاول المرور والتمرير إلى بركات. بركات لكن قطعت، عادت. محمد محسن تصويب من مسافة بعيدة، اصطدت بدفاعات نفط ميسان مجددا للمصعد فريق نفط ميسان. البحث عن التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم والبحث الآن عن الهجمة المرتدة لكن اصطدت. حلوة من سجاد، حلوة من سجاد، مرور جميل لكن الحكم قال هناك خطأ على محمد محسن. ومحمد طارق يتكلم مع محمد محسن ويقول له اهدأ يا كابتن، أنت كابتن الفريق، لا داعي للاعتراض. هنا شاهد علاء السعد والتمرير التي اصطدت محمد محسن واحتسبها الحكم لمسة يد. ناثانيال نانجولو يلعبها إلى أمجد رحيم. أمجد رحيم يضغط عليها أوباري. أمجد رحيم الكرة العالية، كرة العالية هنا الرأسية والمحاولة لكن قطعت الكرة. محمد محسن يحاول. محمد محسن إلى ثامر الصالحي. فريق ديالا أكثر حيازة، أكثر استحواذ، أكثر سيطرة على الكرة، لكن لا وجود للفرص يعني التي نقول عليها فرص محققة للتسجيل. نعم كانت هناك محاولات لكن لم ترتقي إلى فرص محققة للتسجيل. مقتدى يحاول الآن. هل هناك هدف بالخمس دقائق الأخيرة المتبقية من عمر الشوط الأول؟ لكن أعتقد سوف يضاف على الأقل 5 أو 6 دقائق. هنا بركات الحميدي تصويبة لكن ضعيفة إلى الخارج. ركلة مرمى إلى الخارج، ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. عادت مصلحة فريق ديالا. محمد محسن. مقتدى يبحث فريق ديالا عن هدف قبل الذهاب إلى غرف تبديل الملابس، وأكيد فريق نفط ميسان لا يريد تلقي هدف في الدقائق القليلة المتبقية. تلعب الكرة من كريست، كرة طويلة وعالية وخروج للحارس. الحارس إلى الخارج. نعم عندما يخرج حارس المرمى يجب أن يحسم الأمور. وسام محمد 22 مباراة وهذه مباراة رقم 23 كحارس مرمى أساسي، لديه 4 كلين شيت. خرج من أمام فقار عبد وابعدها إلى ركلة ركنية أكيد. فريق نفط ميسان يحاول استغلال الكرات الثابتة خاصة أنه منقوص العدد. على سعد على تنفيذ الركلة الركنية، على يلعب ركلة ركنية على القائم الأول لكن أبعدت من دفاعات فريق ديالا.
البحث على الهجوم المرتد السريع محمد محسن الى عبد المجيد صباره، عبد المجيد صباره بالقرب ومن على عبد الامير، هنا التمريره الى محمد محسن، محمد محسن لكن ناثنيال نانجولو قطع الكره، وصلت الى سجاد، سجاد قطعت عادت الى سجاد، الى نفط ميسان، علي عبد الامير الى الحارس امجد، امجد رحيم يلعب الكره الاماميه، امجد صعب على فقار عبد والى الخارج، الى الخارج، رميه جانبي، رميه جانبيه محمد محسن، بومال بيتروس الفرنسي الى مقتدى، مقتدى الى بومال بيتروس، وصلت الكرة لعلي خالد، علي خالد لمحمد محسن، محمد محسن مع الكرة بالهدوء، فريق ديالا يبحث الآن ثامر على التقدم، هل يصوب، هل يصوب ثامر، ما زال يحتفظ بالكرة، لعبها للحميدي، بركات تمريرة لأنس مالك، أنس مالك إلى مقتدى، تناقل كرات جيب من فريق ديالا، تلعب من مقتدى العرضية لكن الإبعاد، الإبعاد من البديل إبراهيم عبد الكريم، مجددا الهجوم لمصلحة نادي ديالا، مصطفى مؤيد، مصطفى لعبد المجيد صبارة، في كل مكان تشاهد هذا اليماني، في كل مكان تشاهد هذا اليماني، مصدر الخطورة، هو الذي كان سبب مطرد أوتارا، هنا مصطفى مؤيد، كرة طويلة وسهلة لأمجد رحيم، سهلة لأمجد رحيم، حاول مصطفى مؤيد لعب الكرة باتجاه أوباري لكن أقرب لأمجد رحيم، يحاول الضغط فريق ديالا في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر الشوط الأول، لكن لغاية الآن دفاعات متماسكة لفريق نفط ميسان. أوباري لم يسيطر على الكرة بصورة صحيحة، كريست إلى سجاد لكن عاد أوباري وقاطع الكرة، أوباري يحاول من أمام كريست، تنافس أفريقي هنا في ملعب ديالا ما بين أوباري وكريست، ما بين الكونغولي والغاني، كونغو، شاهد اللقطة المشتركة ما بين كريست وأوباري، والخطأ لمصلحة كريست. نعم دخلنا الدقيقة الأخيرة أحبتي المشاهدين، كم سوف يضيف الحكم؟ على الأقل سوف يضيف 5 إلى 6 دقائق، كأن المباراة توقفت في أكثر من مناسبة بحالة الطرد سوالي أوتارا، وأيضا بإصابة أمجد رحيم وإصابة كريست. أنس مالك محمد محسن، تمريرات لمصلحة فريق ديالا في الثواني الأخيرة من عمر 45 دقيقة، هل هناك هدف؟ بومال بيتروس يلعبها لعبد المجيد، عبد المجيد صبارة يحاول المرور، مر عبد المجيد، عدى عبد المجيد، معاناة كبيرة للمدافعين نفط ميسان أمام عبد المجيد، يحاول الآن مقتدى محمد محسن، كم سوف يضيف الحكم؟ محمد طارق حكم هذا اللقاء 6 دقائق، نعم توقعت هذا العدد من الدقائق من 5 إلى 6. هنا المحاولة لكن مرت وعدت إلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى. ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق نفط ميسان، تلعب الكرة طويلة وعالية من أمجد رحيم باتجاه علاء سعد، قطعت من مصطفى مؤيد إلى عبد المجيد، ثنائي جهة اليسار مصلحة فريق ديالا، الله يا علاء سعد، التزام دفاعي وقطع الكرة، عادت مجددا لسجاد جبار، وصلت إلى كولينز أوباري يبحث عن زاوية التصويب، مرر إلى بركات الحميدي، يحاول الحميدي، ما زال يحتفظ بالكرة، عودة لاعبي نفط ميسان من جديد إلى محمد محسن إلى بركات الحميدي
هل يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء؟ صعبة جدا على عبد المجيد صبارة، نعم صعبة جدا، وإلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. أمجد رحيم على لعب ركلة المرمى، أكيد يأخذ وقته بالكامل قبل لعب الكرة. هذا المهاجم فقار عبد، مصطفى مؤيد دائما الطلعات الهجومية من جهة اليسار. كرة طويلة يحاول نسيم صيود، لكن قطعت الكرة من مقتدى. نسيم صيود نشاهده كثيرا، هذا هو أكيد يعني الفريق ناقص عدد منذ الدقيقة 16، وبالتالي الأمور صعبة جدا على أي فريق، فيكتفي بالواجبات الدفاعية من أجل سد النقص العددي. يحاول الآن فريق نفط ميسان دخول قوم السجاد، الحكم يعطي مبدأ الفائدة، قطعت وعادت لمصلحة فريق نفط ميسان، عادت مصلحة فريق نفط ميسان. ناثنيان نانجولو يضغط كولين سوباري، ناثنيان يلعب الكرة الطويلة باتجاه نسيم صيود، نسيم صيود ولكن ممتازة من مقتدى، ممتازة من مقتدى حسن، قاطع الكرة وصلت إلى محمد، محمد لعب الوسط كابتن الفريق إلى مقتدى مجددا. ممتاز مقتدى، ممتاز مقتدى، يعرف تماما ماذا يفعل في كل لقطة من الناحية الهجومية ومن الناحية الدفاعية. علي خالد، علي خالد يلعب الآن أنس مالك، أنس مالك إلى بركات، بركات الحميدي، مر بركات، عدى التونسي يحاول، لكن كرة العرضية والإبعاد، الإبعاد. وماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هل خرجت الكرة ركلة مرمى؟ هل خرجت ركلة مرمى؟ نعم ركلة مرمى، خرجت على بركات الحميدي، ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. مرت 4 دقائق من الوقت المضاف ودخلنا الدقيقة 5، 6 دقائق تم إضافتها من قبل حكم اللقاء محمد طارق. تلعب الكرة عالية وطويلة من أمجد رحيم إلى الخارج، رمية جانبية تلعب سريعة من الحميدي إلى أنس مالك، أيضا قطعت رمية جانبية، إعادة للعب الرمية الجانبية، إعادة للعب الرمية الجانبية. أنس مالك اتركها المقتدى، مقتدى الصالحي، ثامر الصالحي يمتلك 3 أهداف. إلى علي خالد، يحاول فريق ديالا تسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف بدلا عن الضائع، بدلا عن أحداث الشوط الأول. هنا تمريرة هناك لعبد المجيد صبارة، عبد المجيد يلعب الكرة العرضية والإبعاد من أمجد رحيم، لكن هناك خطأ، هناك خطأ لمصلحة أمجد رحيم في اللقطة الأخيرة. كرة مشتركة كانت، خروج لأمجد رحيم، وكان أحد المهاجمين نعم أنس مالك مع أمجد رحيم، وبالتالي خطأ لمصلحة الحارس أمجد رحيم. هذا هو بركات الياحمدي الذي تحصل على بطاقة صفراء. خلاص 6 دقائق أوشكت على النهاية، 7 أخطاء على ديالا و4 على نفط ميسان. تلعب الكرة طويلة من أمجد رحيم اتجاه على سعد، على سعد من أمام مصطفى مؤيد، وصلت لعبد المجيد، خرجت الكرة، لم يستطيع اللحاق بالكرة عبد المجيد صبارة. تلعب رمية جانبية من إبراهيم، قطعة الآن، والحكم محمد طارق ينهي أحداث الشوط الأول
بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. وأيضا الشوط شهد بطاقة حمراء على لاعب نفط ميسان السوالي أوتارا في الدقيقة السادسة عشر. حبة المشاهدين الصراع قصرا نعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيدا. يتركها مجتبى يا كديوري والتركيز العالي او لزميله الان. الله، الكناري غرد بهدف تاريخي جميل. الله 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 الله، اي هدف، اي تصويبه، اي تركيز عالي. يا عيني يا عيني يا يونس غني على هدف جميل. وفي ايام الربيع حضر الكناري وغرد، حضر الكناري وغرد. يونس غني يسجل هدف من اروع ما يكون. هذا هو يحجز له هدف الجولة، هذا هدف الجولة. يونس يا يونس، يونس يا يونس، وهدف من اروع ما يكون. يا سلام يا سلام، يونس غني يصل الى هدف الثالث هذا الموسم بعد ان سجل بشباك القاسم ودهوك. اما الكرخ اللي اصبح يمتلك الثقة الأكبر، لكن هنا سامر محسن الخطير. الله، التعادل يصل لأبناء الحدبة بكرة مباغتة من القادمين من الخلف. الله 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 الله، جوستن ميدراندا، جوستن ميدراندا، نعم هو الكولومبي بالأراضي العراقية يسجل التعديل. يا له من شوط أول ويا لها من 20 دقيقة أولى. نعم هدفين يتقاسمها الفريقين. شوف سامر محسن أينما حلت الخطورة تشاهد سامر محسن، أينما حلت الأهداف هنالك بصمة لسامر محسن بكرة خادعة وصلت على طبق من ذهب للاعب جوستن ميدراندا. الكولومبي يسجل التعادل بشباك الكرخ. تعود المباراة لنقطة البداية، تساوت الكفتين، هدف مقابل هدف. الكرخ ترك مساحات للخطوط الدفاعية. إذن هل يفعلها يونس غني كما فعلها بشوط اللقاء الأول؟ كانت أبعد وسجلها. لكن هذه يونس غني، التركيز العالي، التصويب. لا 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 لا، هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء وليست ركلة حرة مباشرة. يا ساتر عليك يا يونس غني، هو عريس الليلة، هو عريس الليلة، ينفذها بيده مو برجله، ينفذها بيده يونس غني. لا الله يا الله على هدف جميل، على كرة متقنة، على تصويبة جميلة جميلة جميلة. نعم إذا غرد الكناري اعلم إن الشباك تحركت. حركها يونس غني، حركها يونس غني، حركها يونس غني. وأي تصويبة، أي تصويبة جميلة. نعم بنفس الطريقة، هو الأبعد سجلها، فما بالك بالأقرب، فما بالك بالأقرب. الله يا يونس غني، شوف 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 الأهداف.
المزعجة والخطيرة يرسلها عالية إلى الأمام، محاولة بالراس لا زالت قائمة، المتابعة تصويب سجل هدفه الأول 9 دقائق ثواني. اللاعب السرسطم الذي تسبب بهذه الركنية، الذي كان مساهما بتحول الكرة إلى ضربة ركنية، سجل من خلالها فريق نادي زاخو أول أهداف المباراة. ضربة دفاعية، ومن هناك الدفاعات لأمانة بغداد ترتبك أمام الهجوم الكاسح لفريق نادي زاخو الذي يستثمر اللاعب السرسطم، ومن هناك ينتزع أول أهداف المباراة. ضربة ركنية، قاسيموف يرسلها عالية، محاولة خطيرة بالراس، أيمن السيد غياب ميلاد أيضا بروحية القائد، يعود وبرأسية يعانق من خلالها الشباك. إنه وقت العودة، وقت النهوض، وقت الارتقاء. هناك في المراكز المتقدمة يريدون الابتعاد أكثر وأكثر عن شبح الهبوط، والابتعاد عن المراكز الساخنة الحمراء المتواجدة في قاع الترتيب. أيمن الزيد يرتقي وبهدف التعادل يعود بفريق أمانة بغداد ويحتفل. الله على المرور والعبور والعرضية، إذا غاب عن التسجيل على أول أهدافه مع نادي زاخو، أول أهداف البرازيلي مع نادي زاخو. ولكن حدثني على مرور اللاعب السرسطم، على المرور من أمام محمد رمضان في الكرة الماضية. أي مرور وتمويه رائع جدا، واختراق وعرضية لاقاها التألق والتقت واصطدمت بهداف تعامل معها بجدية، تعامل معها بكل جدية حقيقية. يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت إلى كلاوديو أوليفيرا. مارادونا عالية، الكرة خطيرة، الله، نوروز يفتتح التسجيل بهدف أول جميل، وعن طريق النيجيري كومولافي. نعم، هدف يحمل مع رائحة الربيع، هو أقرب وترجم الفرص إلى هدف أول. كومولافي عالية كانت ومتابعة ولا أروع، باغتت حارس المرمى وسام محمد، والتقدم يصل لمصلحة فريق نوروز. هدف أول، لم ينتهي شوط اللقاء الأول من دون أهداف، وهنا كومولافي النيجيري يسجل الهدف الأول لمصلحة نوروز. على التنفيذ الآن عبد المجيد صبارة بكرة عالية داخل المنطقة، الله، ديالا لا ترفع الراية البيضاء حتى وإن كانوا منقوصين العدد. هنا ديالا، هنا مدينة البرتقال، خذنا لننشر الفرح إلى بعقوبة والمقدادية ب10 لاعبين. ديالا يعدل، وعلي خالد القادم من الخلف، والرأسية جميلة جميلة جميلة، نعم جميلة. وهدف التعديل لديالا، رأسية ولا أروع. علي خالد رغم الألم ورغم أنه تعرض لإصابة مرتين بهذا اللقاء، لكن بقي صامدا، فهو كالفارس المنقذ من جروح. إذا الكرة الثابتة الآن، وسنكمل هذه الكرة. عدت هنا، الله يا كريم، الله 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 الله. سجل في مباراة الذهاب، يعود ويؤكد على مباراة الإياب، ويسجل هنا في مرمى الطلبة وفي ملعب دهوك من كرة ثابتة جعلت الحارس يشاهد، يستمتع بنظراته كيف دخلت وكيف أسكنها المرمى بهدف أول من كريم درويش، يسجل أول أهداف اللقاء التي يحتاجها لاعبين نادي الشرق.
يلعبون على الاطراف. حسين جبار يلعب الكره العرضيه، جول 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 جول. بسام شاكر يعلن عن تسجيل اول اهداف القيثارة. تبدأ بالعزف هنا في ملعب النجف. شاهد 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 تمريرات فريق الشرطة وصلت لحسين جبار وبسام شاكر. ماذا تفعل يا العمواسي؟ ماذا تفعل يا الأردني؟ ماذا فعلت يا النشمي؟ أي خروج! أنت حارس محترف، أنت حارس محترف، وتخرج بهذه الوضعية وبهذه الكيفية. ألف علامة استفهام. خطأ لا يغتفر من الحارس بخروج غير موفق بالمرة. عبد المجيد تمريرة لأحمد فرحان. أحمد فرحان يبحث عن زاوية. الله! جول 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 جول. هدف ثاني للقيثارة في الزاوية الصعبة على العمواسي. شاهد الهجوم السريع والنقلات السريعة، وفرحان وضعها في المكان الصح، في المكان الذي يجب أن توضع به الكرة، ونعم في زاوية صعبة جدا على الأردن العمواسي. ثنائية للشرطة بعد مرور 25 دقيقة على لعب الركلة الركنية. محمود المواس يلعب الركنية على القائم الأول. هنا الراسية، جول. سجل في مرمى القاسم 7، والآن على النجف 3 أهداف. نعم، الهدف في الدقيقة 53 لمصلحة نادي الشرطة. هدف في الدقيقة 53. شاهد الراسية والعمواسي لم يفعل للكرة شيئا. يونس عبد يحاول، يونس إلى هاريسون كرة اصطدت. هنا الراسية من هاريسون، يحاول الآن أيمن لوي، جول. هدف أول للنجف عن طريق أيمن لوي، وثانية وثالثة، وفي الأخير نجح. شاهد راسية هاريسون، ومن ثم إلى رضا فاضل، ورضا فاضل براسية جميلة لأيمن لوي. هدف الراسيات من هاريسون إلى رضا، ومن رضا لأيمن لوي الذي لعب الكرة في زاوية مستحيلة. 0-4 من القرمة، والكرة الخطيرة، وجول أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو بهدف أول للكهرباء. أحمد عبد الجبار، وهدف أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو لاعب الطلبة السابق. وصل إلى هدف الثاني. لاحظ الانطلاقة من البرازيلي بوليغا والتحضير الرائع. شوف الكرة بدأت زاكري، بوليغا لم يكن متسللا، وبالتالي أموتو بأول هدف للبرتقالي، أول هدف للكهرباء. أوغستين أموتو بهدف الأول. القطع كان من سيسكو. كهرباء والتسديدة وثاني الأهداف. ننتظر ربما الراية. إذا هدف للكهرباء. أوتارا لم يكن متسللا. سومايل أوتارا ثاني للكهرباء عن طريق البوركيني سامويل أوتارا. لاحظ لم يكن متسلل، مغطي الاثنين. وشوف اللاعب ربما فقار محمد مغطي بهذه اللقطة، وبالتالي ثاني للكهرباء بكرة مكهربة من طبعا سامويل أوتارا. زاكري
تمرير، حاول حسين لزاكري، خطيرة، ثالث 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 للكهرباء. أموتو 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 أوغستين أموتو أوغستين أموتو بثالث الأهداف للكهرباء. أموتو ثالث الأهداف للكهرباء بفاصل وبجملة تكتيكية رائعة. ثالث 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 ثالث. لاحظ زاكري حسين جاسم لزاكري لأموتو. ثالث الأهداف أوغستين أموتو. حاول المرور والعبور لكن مجتبى، هذه فرصة خطيرة. نسيم صيود، الله، جول أول يأتي في المباراة. الله الله الله، فرسان المملكة يفتتحون أهداف اللقاء. نعم، كنت أتحدث عن هدف المفاجآت. نعم، هكذا يحضر هدف لمصلحة نفط ميسان، هدف مفاجئ يفاجئ لاعبي نادي الميناء. هدف يأتي بهذه اللحظات لمصلحة فقار عبد، يسجل بهذه اللحظات الهدف الأول. فقار يقص شريط الأهداف في هذه المباراة. لاحظ هذه الكرة، نسيم صيود، وهنا الكرة العرضية. الله الله الله، هدف جميل، هدف رائع لنفط ميسان. لاحظ هذا الفراغ، نسيم صيود باليسار، بعد ذلك المتابعة. هدف أول يأتي لأبناء ميسان، لأبناء فرسان المملكة، يفتتحون أهداف اللقاء عن طريق فقار عبد، يقص شريط الأهداف لمصلحة نفط ميسان. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني من مباراة ناديي ديالا ونفط ميسان. بعد الشوط الأول طبعا التعادل السلبي، وأيضا هناك كانت حالة طرد على اللاعب سوالي أوتارا لاعب نادي نفط ميسان، اللاعب العاجي. ونشاهد الآن فريق ديالا يامن الزلفاني يبدأ بتغييرين، علي صادق وابراهيم تاندا في بداية هذا الشوط. محمد طارق أحمد يعلن عن بداية أحداث الشوط الثاني. هناك تبديلين لمصلحة فريق ديالا، أما فريق نفط ميسان يبدأ بنفس الأسماء التي أنهت الشوط الأول. هنا المحاولة رأسية من سجاد جبار، لكن مصطفى مؤيد موجود في التغطية، ولعب الكرة عالية في وسط الملعب، يحاول أوباري لكن ابعاد الكرة وتصل سهلة. نعم، خروج بركات الحميدي ومحمد محسن ودخول علي صادق وابراهيم تاندا، تبديلين ليامن الزلفاني مدرب نادي الديالة، الذي تكون التشكيلة على النحو الآتي: وسام محمد في حراسة المرمى، مقتدى حسن، ثامر الصالحي، علي خالد، مصطفى مؤيد، بومال، بيتروس، محمد، ابراهيم تاندا، علي صادق، انس مالك، عبد المجيد صباره، وكولينز اوباري. بينما تشكيله نادي نفط ميسان: امجد رحيم، علي عبد الامير، حسين مطر، ناثنيان نانجولو، ابراهيم عبد الكريم،
كريس كوفوما، سجاد جبار، نسيم صيود، علاء سعد، فقار عبد. هنا محاولة المرور من إبراهيم، لكن قطعت الكرة، عادت لإبراهيم مرة أخرى. إبراهيم تصويبة وتصدي دفاعي ممتاز. أنس مالك يحاول كولينز، واز إبراهيم تصويبة. يا الله على البداية القوية من فريق ديالا وعن طريق البديل تنديا إبراهيم اللاعب من جمهورية مالي، وتصويبة قوية عالت العارضة. محمد طارق ينبه أمجد رحيم. هنا المحاولة في مرة أولى اصطدت بناثانيال نانجولو، وفي المرة الثانية إبراهيم الذي لعب الكرة فوق العارض، كرة عالية. هنا راسية من علي خالد باتجاه كولين زوبادي، راسية ناثانيال نانجولو سهلة إلى أمجد رحيم. أمجد رحيم حارس المرمى الخبرة يحاول كسب الوقت. أكيد فريق نفط ميسان يلعب منقوص العدد منذ الدقيقة 16، يحاول أن يهدأ المباراة قدر ما يستطيع. كرة طويلة وعالية. هنا الراسية عبد المجيد صبارة يحاول قطعت الكرة. أمجد رحيم كرة عالية، قطعت من علي خالد مجددا لفقار، تمريرة يضغط على سعد لكن ممتازة من علي خالد. لعب الكرة إلى عبد المجيد إلى مقتدى في وسط الملعب، إلى بومال بيتروس الفرنسي. بومال بيتروس وصلت الآن إلى إبراهيم يحاول المرور. تانديا إبراهيم إلى مصطفى مؤيد. علي خالد شاهد السيطرة منذ بداية الشوط الثاني لمصلحة فريق ديالا. فريق نفط ميسان أكيد عطفا على النقص العددي أكيد يلعب كفريق مدافع. هنا الآن كرة قطعت، البحث عن هكذا كرات، البحث عن الهجمات المرتدة، لكن ضغط عالي من لاعبي نادي ديالا. ينجح سجاد يلعب الكرة لكن قطعت من مصطفى مؤيد يحاول المرور. عدى مصطفى، مرر مصطفى لإبراهيم لكن قطعت من إبراهيم عادت مجددا وابعاد من مصطفى مؤيد إلى الخارج. ديالا آخر مباراتين لم يخسر، فاز على القاسم 4-0 وتعادل مع نوروز هدف مقابل هدف. ونفس الحال بالنسبة لفريق نفط ميسان. فريق نفط ميسان الذي طبعا يعني خسر أمام نوروز وفاز على الميناء. يعني الفريقان آخر مباراة لم يخسر. خسر نفط ميسان لكن تعادل أمام مربيل 0، تعادل سلبي بدون أهداف. يعني هو 3 مباريات لنفط ميسان على كانت متعادل فيها هنا على السعد والإبعاد. نعم، نتكلم عن نتائج فريق نفط ميسان الذي فاز على فريق أمانة بغداد، وبعدها حصل على 3 تعادلات أمام الزهراء وأمام الكرخ وأمام أربيل، ومن ثم خسارة من نوروز والفوز على الميناء بهدف مقابل لا شيء في المباراة الأخيرة. سجل الهدف فقار عبد يحافظ على نظافة الشباكة في المباراة الأخيرة. رمية جانبية، تلعب الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء لكن تركت. إبراهيم عبد الكريم الذي لعب الرمية الجانبية.
ثامر الصالحي مصلحة فريق ديالا. ديالا الذي يريد أن يحقق النقاط الثلاث، خاصة الفريق المنافس الذي أمامه منقوص العدد من لاعب، وأيضا يلعب في ملعبه أمام جماهيره، وبالتالي يريد 3 نقاط، وتكون 3 نقاط مهمة جدا، يعني تبعده أكثر عن مناطق الخطر. ونعرف فريق القاسم وفريق النجف يعانيان كثيرا. فريق القاسم لديه مباراة صعبة جدا أمام القوة الجوية، والنجف خسر في مباراة يوم أمس أمام نادي الطلبة، وبالتالي ما زالت المعاناة لدى الفريقين. خطأ الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. نفط ميسان يريد أن يخطف المباراة من فريق دياله، يعرف تماما المهمة ليست سهلة، وخاصة أنه فريق الديالة لعب في ملعبه 12 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل 5 مباريات وخسر 4 مباريات. يعني من الممكن جدا لفريق نفط ميسان الذي فاز خارج ملعبه 4 مباريات من مجموع 6 مباريات انتصر في هذا الموسم لغاية الآن، يعني يقول أن فريق ديالة يخسر في ملعبه وأنا أفوز خارج ملعبي. من الممكن جدا أن يخطف المباراة، لكن هناك صعوبات من ناحية النقص العددي، وأيضا يلعب أمام فريق منظم، وأيضا فريق يمتلك خط هجومي جيد بالنسبة لفريق ديالة. يحاول الآن بومال بيتروس يضغط فقار، خطأ، لعب سريعا، وصلت الآن أنس مالك، مر أنس، عدى أنس، يحاول، وصلت الآن إلى علي صادق، لكن قطعت الكرة إبراهيم عبد الكريم. هنا التمريرة لعلاء سعد، أقرب علي خالد، وصلت لمصطفى مؤيد لمصلحة فريق ديالة، يبحث فريق ديالة. هنا أنس مالك إلى إبراهيم تاندي، إبراهيم يلعب الكرة والمحاولة، لكن أقرب أمجد رحيم ومسك الكرة من أمام مصطفى مؤيد. إبراهيم أعطى إضافة هجومية بعد دخوله في بداية الشوط الثاني. شاهد إبراهيم لعب كرة أرضية باتجاه كولينز، وباري حاول تحضير الكرة كولينز لمصطفى مؤيد، لكن خروج ممتاز لأمجد رحيم بخبرة السنين. كرة الآن يحاول علي صادق لمصلحة أنس مالك لعبد المجيد صبارة، يلعب في جهة اليمين عبد المجيد. أنس مالك لمسة واحدة لمقتدى، مار، عدى مقتدى، صوب، يا الله، جول. أي مرور، أي شجاعة، أي مهارة، أي رشاقة لهذا المقتدى الذي كان مقتدرا جدا بالدخول والمرور والتصويب والتسجيل، وأعطى جماهير ديالة الإذن بالفرح والسرور والتشجيع والدعم والمساندة والمؤازرة. أي مقتدى، أي مرور، أي تقدم، أي تصويب، أي تسجيل. مقتدى حسن يسجل في الدقيقة 55 أول أهداف هذا اللقاء. شاهد المرور وشاهد تصويبة صعبة جدا على أمجد رحيم. مقتدى حسن يكافئ على مجهوداته، على طلعاته الهجومية، وشاهد فرحة حامل الكرات كيف منسجم مع مقتدى، وهدف مقتدى. الله عليك يا مقتدى وعلى هذا الهدف الجميل. ديالة تتقدم بعد 10 دقائق من مرور الشوط الثاني. نعم 10 دقائق احتاجها فريق ديالة من أجل التقدم على فريق نفط ميسان بسيناريو آخر. الآن هو يتأخر بالنتيجة، وأيضا يلعب منقوص العدد. علي صادق إلى مصطفى مؤيد لإبراهيم. أعطى الإضافة الهجومية إبراهيم من الجهة اليسار. بومول أمامية من علي خالد، لكن الإبعاد من إبراهيم عبد الكريم. علاء سعد يحاول أمام مصطفى مؤيد،
لعبها براسه سجاد، سجاد جبار اماميه فقار يحاول فقار، لكن الصالحي وابعاد الكره من التونسي ثامر الصالحي، والابعاد الى رميه جانبيه. اكيد الان فريق نفط ميسان سوف يحاول من اجل التعديل، لا يريد الخساره، لكن فريق نفط ميسان وهنا بطاقه صفراء على علي خالد. لا اعرف لماذا البطاقه الصفراء. الابعاد من علي خالد، وان الرأسية من حسين مطر قطعت، عادت علي صادق اماميه لعبد المجيد صباره المنطلق بسرعه هناك من جهه اليمين، وايضا مقتدى اتى بالمسانده. هنا مقتدى يحاول مجددا، يبحث عن مرور من امام ناثنيال، لكن ابعاد الكره من ناثنيال الكاميروني الى الخارج. رميه جانبيه لعبت، وصلت لمصلحه علي خالد. ما زالت السيطره لمصلحه نادي ديالا، ما زال يسيطر نادي ديالا. علي صادق، علي يحاول، علي صادق، هل هناك خطأ؟ لا وجود للخطأ. فقار يلعبها نسيم صيود يحاول، قطعت من مقتدى في السراء وفي الضراء، في الدفاع وفي الهجوم. الله يا مقتدى يا حسن، في السراء وفي الضراء، في الدفاع وفي الهجوم. شاهدنا كيف سجل هدف، والآن نشاهده كيف يقطع الكرة. هذا هو إبراهيم تاندا، لاعب من جمهورية مالي المعروف على مستوى كرة السلة بصورة أكثر من كرة القدم. ومن الرأسية والإبعاد من بوما البتروس، وصلت لإبراهيم، تغيير اللعب من أنس. يعني هل إخراج محمد محسن أعطى سرعة لفريق ديالا في وسط الملعب؟ إبراهيم إلى مقتدى، لغاية الآن هو نجم اللقاء بسبب هدفه وأيضا بسبب قوته على المستوى الدفاعي. كرة الآن أمامية، وصلت لمصطفى مؤيد، أيضا يتقدم دائما مصطفى مؤيد. هنا المرور، علي صادق يبحث عن لعب الكرة العرضية بالقرب من إبراهيم. علي صادق يلعب الكرة أرضية، والإبعاد من الكاميروني ناثيانيال. من جديد الكرة عادت لثامر الصالحي. يحاول فريق ديالا بتسجيل هدف ثاني من أجل إنهاء المباراة مبكرا. علي خالد، وصلت إلى علي صادق، تمريرة، وهنا المحاول مصطفى مؤيد يلعب الكرة والبحث عن رأسية، لكن الإبعاد ممتازة. عادت مجددا، علي خالد تصويب المسافة بعيدة، لكن أمجد رحيم سهلة بعضان. أمجد رحيم هذا هو أمجد رحيم. تلعب طويلة في وسط الملعب لاكريست، سجاد امامي لعلاء سعد، لكن مصطفى مؤيد يحاول الان. هنا الان الاكولين اوباري يحاول المرور، اوباري يلعب الكرة، لكن علي عبد الامير موجود في التغطية. من جديد الهجوم لمصلحة فريق ديالا، يعني الأقرب فريق ديالا تسجيل الهدف الثاني. فريق نفط ميسان يكتفي بالدفاع أكيد بسبب النقص العددي. هنا مصطفى مؤيد يحاول الآن علي صادق،
هنا المحاولة علي صادق، كرة الخطيرة، محاولة لمصلحة فريق ديالا، تهيئة الكرة إلى عبد المجيد، هنا تصويبة من عبد المجيد صبارة، لكن مرت إلى الخارج، ركلة مرمى. تبديل يتدخل علي عبد الجبار، أكيد يحتاج إلى التدخل. دخول الآن ماثيو تلانجي النيجيري يدخل الآن بديلا لسجاد جبار. ماثيو يدخل الآن، ماثيو تلانجي لاعب النيجيري بديلا لسجاد جبار في وسط الملعب. راسية والابعاد من علي خالد، وصلت الى ماثيو، اماميه من ماثيو، راسية والى الخارج من علاء سعد. هذا هو علي خالد قلب الدفاع، مواسم طويله مع نادي ديالا عندما كان الفريق يلعب في دور الدرجه الممتازه وبالمسمى السابق دور الدرجه الاولى. كرة الان ماثيو اماميه للفقار، لكن قطعت من ثامر الصالحي، عادت مجددا الى علي صادق تمرير لثامر الصالحي. 60 دقيقة مرت أحبتي المشاهدين، وتقدم فريق ديالا على فريق نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب مقتدى حسن في الدقيقة 55. كرة الآن علي صادق، إبراهيم قطعة الآن، يحاول، صعب جدا الاحتفاظ بالكرة من لاعبي نادي نفط ميسان. قطعة الكرة كولينز، أوباري مع الكرة، أوباري تمريرة، مصطفى مؤيد لعلي صادق، أعطى الأفضلية علي صادق في وسط الملعب. يحاول الآن بومال بيتروس الفرنسي، لعبة الكرة، قطعت من إبراهيم عبد الكريم، عادت مجددا لمصلحة فريق ديالا. سرعان ما يستعيدها لاعبي نادي ديالا، استعادة الكرة سريعا من الفريق البرتقالي. تمريرة أقرب لها على عبد الأمير، يلعبها لأمجد رحيم، يضغط عبد المجيد، أمجد رحيم، تمريرة لعلي، يلحق بالكرة عليه قبل أن تخرج، وصلت إلى فقار إلى ماتيو إلى كريست، وهناك خطأ وبطاقة صفراء على بومال بيتروس، بطاقة صفراء أخرى على لاعبي نادي ديالا. يعني بعد بركات الحميدي، كولين زوباري، علي خالد، الآن الدور إلى بومال بيتروس اللاعب الفرنسي. 4 بطاقات صفراء على فريق ديالا. هذه هي اللقطة السابقة. خطأ الآن مصلحة فريق نفط ميسان. حسين مطر، نعم، 4 بطاقات على فريق ديالا مقابل ولا بطاقة صفراء، لكن هناك بطاقة حمراء على فريق نفط ميسان. خروج سوالي وتارا منذ الدقيقة 16. تلعب الكرة الأمامية، أوباري أمام ناثنيال، عادت لمصلحة فريق نفط ميسان في وسط الملعب إلى كريست أمامية باتجاه علاء سعد من أمام مصطفى مؤيد. علاء سعد يحاول المرور، مرر الكرة، وصلت لعلاء سعد، هذا هو علاء سعد، كانت لدى فقار وقطعت الكرة. علي صادق إلى أنس مالك، البحث عن الهجوم المرتد السريع، وصلت لعبد المجيد صبارة، عبد المجيد إلى علي صادق لمصلحة فريق ديالا بحثا عن هدف ثاني. إبراهيم إلى أوباري مع إبراهيم، هنا أوباري تصويبة، لكن أمجد رحيم ممتازة، لعبها سريعا إلى ماثيو النيجيري،
ماثيو يحاول التسديد من مسافة بعيدة لكن سهلة لدى الحارس وسام محمد الذي لم يختبر اليوم. نعم، ولا كرة خطيرة أبعدها وسام محمد عدا الكرة التي صوبها على سعد في بداية الشوط طبعا الشوط الأول. فريق ديالا وصلنا الربع ساعة الأكثر استقبالا للأهداف بالنسبة لفريق ديالا. تكلم عن إحصائيات من الدقيقة 60 إلى الدقيقة 75. هل ينجح فريق نفط ميسان بالتعديل؟ عادت مرة أخرى، تصويبة مرت نسيم صيود لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة ولعب الكرة إلى الخارج بعد قطع الكرة، ونسيم الذي مر وحاول لعب الكرة عادت له مرة أخرى وتصويبة، لكن علي خالد الذي أبعد الكرة إلى ركنية. نعم، الربع ساعة من الدقيقة 60 للدقيقة 75 هو الربع الذي استقبل فيه ديالا أكثر عدد من الأهداف ب5 أهداف. على سعد، على لعب الكرة، على لعب الركلة الركنية الأولى في المباراة بعد مرور 67 دقيقة. محمد طارق يتكلم مع ناثنيال نانجولو وآنس مالك الذي استلم إشارة القيادة بعد خروج محمد محسن. على سعد، على لعب الركلة الركنية، تلعب الركلة الركنية هنا الرأسية والإبعاد من علي خالد. السكند بولمان لكريست، يلعب الكرة الطويلة باتجاه فقار يحاول يلعب الكرة والبحث عن لمسة يد، لكن الحكم يقول لا وجود لشيء واستمرارية. وصلت الآن إلى أوباري يبحث عن إبراهيم صعب جدا على إبراهيم تاندية إلى الخارج رمية جانبية. كرة الآن في وسط الملعب، بدأ فريق نفط ميسان بالوصول إلى منطقة جزاء فريق ديالا بحثا عن هدف التعديل. يعني هو هناك هدف قادم، لكن لمن؟ هل التعزيز لنادي ديالا أم التعديل لنفط ميسان؟ المباراة بدأت يعني تكون مفتوحة أكثر، هجومية أكثر من قبل الفريقين. تلعب الكرة الطويلة، وصلت مصطفى مؤيد إلى إبراهيم بومر، علي صادق، عادت إلى الخلف لعلي خالد، يحاول الآن عبد المجيد صبارة، تلعب الكرة لمصلحة فريق ديالا، بدأ الاستحواذ، عاد الاستحواذ فريق ديالا. إبراهيم قطعت الكرة وهناك خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان. 70 دقيقة أحبتي المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وفريق ديالا يتقدم على فريق نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء. الهدف سجل في الدقيقة 55 عن طريق المدافع اليمين مقتدى حسن. هنا خطأ لمصلحة فريق ديالا. من سوف يصوب؟ هل إبراهيم أم علي خالد أم تلعب الكرة باتجاه الزملاء؟ تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الراسية وأمجد رحيم أقرب من أوباري. أمجد رحيم لعبت سريعا. ماذا هناك راية وتسلل لمصلحة فريق نفط ميسان. إعادة لعب الكرة، هل هناك تبديل؟ نعم، يؤشر هناك تبديل أمجد رحيم، لكن محمد طارق يقول لا، ألعب الكرة
تلعب الآن لحسين مطر. حسين مطر، أجواء جميلة جدا هناك في ملعب ديالا. نعم الملعب لم يمتلئ لكن هناك جماهير، هناك جماهير موجودة. تلعب من بتروس. بومال يحاول أوبار يضغط على حسين مطر. حسين مطر يحافظ على كرته وتذهب إلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان وعلي عبد الجبار. 3 لاعبين دفعة واحدة، محمد خضير ورضا محمد وجعفر ناصر. خروج فقار وعلاء سعد ونسيم صيود. ثلاث تغييرات دفعة واحدة. والثلاث التغييرات على المستوى الهجومي. يحاول علي عبد الجبار بإضافة نفس آخر. أيضا الفريق يلعب ب10 لاعبين، فالأمور ليست سهلة بالمرة. يعني الدقيقة 16 وأنت تلعب منقوص العدد لاعب، أكيد تحتاج إلى جهد بدني عالي، تحتاج إلى مجهودات أكبر وأكثر. هنا داخل الملعب مقتدى حسن يلعبها لعلي خالد. علي خالد إلى الحارس وسام محمد. وسام لم نشاهده كثيرا في هذا اللقاء. كرة طويلة رأسية من حسين مطر. الإبعاد من مقتدى، الإبعاد من مقتدى. المحاولة عادت مصلحة فريق ديالا. علي صادق، علي صادق يلعبها لإبراهيم. إبراهيم داخل منطقة الجزاء يحاول المرور لكن يضغط عليه ناثنيال، يضغط عليه ناثنيال. يضطر لعب الكرة للخلف إلى مصطفى مؤيد، إلى بومال بيتروس قصيرة لكن وصلت لعلي خالد، إلى مصطفى مؤيد. شاهد الضغط من لاعبين نفط ميسان بحثا عن افتكاك الكرة، لكن ينجح لاعبين نادي ديالا بالحفاظ على الكرة. ثامر الصالحي يمرر إلى علي صادق لأنس مالك. أنس مالك يبحث أنس مالك عن الكرة، يبحث عن المرور، يبحث عن التمرير. وصلت الإبراهيم إلى أنس مالك مجددا. عودة لاعبين نادي نفط ميسان إلى الخلف. مصطفى مؤيد يتقدم إلى الأمام. مصطفى يبحث مصطفى مؤيد عن المساندة تأتي لإبراهيم. إبراهيم يغير اللعب تماما هناك لدى عبد المجيد صبارة. ينجح عبد المجيد صبارة. انطلق مقتدى هناك من جهة اليمين. المساندة دائما ما تكون موجودة. وصلت إلى مقتدى من جهة اليمين بحثا عن هدف ثاني، بحثا عن انهاء هذا اللقاء مبكرا. هنا إبراهيم تمريرة وصلت إلى عبد المجيد يحاول. الكرة لم تخرج، ما زالت داخل الملعب. عادت مجددا لعلي صادق. علي صادق إلى ثامر الصالحي. شاهد لاعبين نادي ديالا يتقدمون إلى الأمام. هنا ثامر تمريرة إلى إبراهيم وخطأ. خطأ على ثامر الصالحي، خطأ على ثامر الصالحي الذي حاول المرور، حاول التقدم لكن ارتكب الخطأ. الفرنسي بيتروس بومال. ايضا تغييرات الان لنادي ديالا. خروج بومال بيتروس وعبد المجيد صبارة. لاعبان قدما مجهودات بدنية كبيرة، خاصة عبد المجيد صبارة. ودخول ايمن الصفاقسي بديلا لعبد المجيد. كرة الآن يحاول تلعب الكرة العالية لكن أقرب لوسام محمد. إبراهيم عبد الكريم حاول لعب الكرة. علي صادق إلى علي خالد. يضغط رضا محمد. شاهد فريق نفط ميسان يحاول الضغط إلى الأمام.
أقل من ربع ساعة على نهاية أحداث 90 دقيقة، على نهاية أحداث الشوط الثاني. كرة الآن ثامر الصالحي تمريرة إلى أوباري. اياد عبد الفرحان البديل، اياد يحاول، اياد يصوب، اياد الله الله الله، حلو من اياد واحلى من امجد رحيم. البديل اياد عبد الفرحان يريد تسجيل الهدف الثاني، لكن امجد رحيم ابعدها بالاصابع، نعم باصابع كفه اليمنى، ابعد الكرة الى الخارج الى ركنية. ابراهيم على لعب الركلة الركنية، ابراهيم تانديا، وهنا محمد طارق ينبه وجه اللاعبين، يدير مباراة كبيرة محمد طارق احمد، الحكم الشاب، الحكم المتميز، لديه جانب بدني عالي وايضا قريب من اللقطات، وقراراته دائما ما تكون حازمة. تلعب الان ابراهيم يلعب الركنيه، وهنا الراسيه والابعاد من امجد رحيم، البحث عن الهجوم المرتد، وهنا المحاوله تمريره اماميه، يحاول لكن اقرب مصطفى مؤيد يحاول ان يضغط اللاعب البديل محمد خضير، لكن وسام محمد بالهداوه. مررت الكره الى مصطفى مؤيد لمصلحه نادي ديالى، قطعة الكرة، يحاول الآن فريق نفط ميسان ببحث عن المرور، لكن قطعة الكرة وابعدت من أمام رضا محمد، عالية أقرب لها حسين مطر بحثا عن التعديل. فريق نفط ميسان وفريق ديالى لا يريد أن يفرط بهذا التقدم. وصلت إلى اياد عبد الفرحان، اياد تمريرة خاطئة من اياد إلى الخارج بعيدة على أيمن صفاقسي. هذا هو اياد عبد الفرحان الذي كان متألقا مع نادي الميناء. رمية جانبية مصلحة نادي نفط ميسان على عبد الأمير، يلعب الرمية الجانبية، هنا الرأسية والإبعاد من مقتدى، حسين مطر، قطعة الكرة من حسين، تمريرة، وهناك خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان. اعتذار جميل من اياد عبد الفرحان لحسين مطر بعد اللقطة المشتركة. كرة الآن، محاولة الآن، محمد خضير يحاول محمد تمريرة جميلة إلى جعفر يمتلك المهارة، يلعب الكرة لكن الإبعاد من الدفاعات. وصلت إلى أيمن صفاقسي يحاول أيمن، مر أيمن، عد أيمن، انطلق أيمن بحثا عن إبراهيم يحاول المرور من أمام إبراهيم، مر إبراهيم إلى أيمن لكن تصدي دفاعي ناجح. ما زالت الخطوره لمصلحه نادي ديالى للبرتقالي. علي صادق يغير اللعب هناك لجهه اليمين لدى مقتدى يحاول علي صادق مجددا لمصلحه فريق ديالى. ثامر الصالحي الى علي خالد. شاهد لاعبي نادي ديالى لا يريدون فقدان الكره سريعا. تمريرات قصيره ما بين اللاعبين. الصالحي إلى إبراهيم يحاول الآن علي صادق، تمريرات صفاقسي، شاهد اياد عبد الفرحان إلى صفاقسي، لكن قطعت الكرة عادت مجددا لمصلحة فريق ديالى. ثامر الصالحي يتقدم الآن إلى اياد عبد الفرحان، تمريرة لكن قصيرة، وقطعت من ناثنيال نانجولو إلى الخارج رمية جانبية. أقل من 10 دقائق على نهاية أحداث هذا اللقاء، وتقدم نادي ديالى على نادي نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء. فريق نفط ميسان سوف يستقبل نادي الموصل، بينما فريق نادي ديالى سوف يذهب إلى العاصمة بغداد لمواجهة الكناري نادي الكرخ.
كرة الآن إبراهيم، استلام جميل من إبراهيم، والكرة المحاولة لكن ضغط دفاعي من ناثانيال نانجولو، وركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة نادي، ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. يامن الزلفاني وكلام مع محمد طارق. ركلة مرمى، يعني نادي ديالى إذا استطاع تحقيق الانتصار اليوم يعني سوف يقفز على الأقل مؤقتا 3 مراكز، يعني سوف يكون في المركز 11 بديل لنادي النفط الذي يمتلك 34 نقطة، كون نادي ديالى سوف يصل إلى 35 نقطة. يعني نتكلم بعد نهاية اللقاء إذا ما استمر فريق ديالى بالتقدم وتحقيق الانتصار وتحقيق 3 نقاط. رمية جانبية الآن، وسط اعتراض من علي عبد الجبار الذي كان يطالب بلمسة اليد، وهنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على من؟ هل على علي عبد الجبار؟ على المدرب محمد طارق، يطلب من علي عبد الجبار أن يهدأ، أن يهدأ، لا داعي للاعتراض. شاهد محمد طارق لقطة ممتازة، يحاول احتواء المدرب، تهدئة من أعصابه، يعرف هناك ضغوطات، هناك نتائج غير جيدة، تذبذب على مستوى الأداء، على مستوى النتائج، وبالتالي لا يريد أن طبعا يكون هناك نقاش آخر ونقاش ساخن، وهنا الاعتراض من قبل علي عبد الجبار، وحصل على بطاقة صفراء. كرة الآن طويلة، وصلت ثامر الصالحي أمامية، أنس مالك، قطعت الكرة، عادت لمصلحة فريق نفط ميسان، يحاول المرور محمد خضير لكن قطعت من أنس مالك. مصطفى مؤيد، تمريرة، يحاول الآن إبراهيم افتكت الكرة من إبراهيم، عادت جعفر ناصر أمامية طويلة بعيدة، أقرب إلى وسام محمد، إلى طبعا هذا هو حسين مطر الكابتن دافع فريق نفط ميسان. وسام محمد يلعبها لعلي خالد، إلى وسام مجددا، يضغط فريق نفط ميسان إلى الأمام من أجل افتكاك الكرات. راسية من علي عبد الأمير، راسية من ثامر الصالحي، عادت وقطعت من علي عبد الأمير إلى جعفر ناصر، جعفر لعلي، 1-2 ما بين جعفر وعلي. ثامر الصالحي يحاول لكن مر جعفر، عاد جعفر من أمام ثامر، بالقرب منه مقتدى، هل ينجح بالمرور؟ يلعب الكرة العرضية بحثا عن راسية، لكن مرت ولا وجود للخطأ، ما زالت محمد خضير، تمريرة إلى كروس كرة العرضية، لكن لا وجود للمهاجمين وإنما المدافعين. هنا الكرة قطعت، وهنا تصويبه ماثيو البديل، كاد أن يسجل هدف التعادل، كاد أن يعدل الكفة، لكن وسام محمد أبعد كرة، وأي كرة، تصويبة قوية جدا، لكن وسام محمد يتألق ويتعملق بهذه اللقطة. هنا يواد عبد فرحان، وقطعت الكرة من ماتيو، وكاد أن يسجل هدف التعادل لولا تألق وسام محمد الذي يبعد الكرة. الله باليد العكسية أبعدها إلى ركنية. وهنا ناثانيال نانجولو يطلب من الشباك أن تهتز، نعم، يدعي الكاميروني من أجل أن تهتز هذه الشباك. هذه اللقطة شاهدناها في كأس العالم 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما هز الشباك اللاعب النيجيري. نعم، هنا شاهد الهدف الجميل من مقتدى حسن في مرمى نفط ميسان، كيف مر من الأول والثاني وصوب بيسراه، وصعب جدا
على أمجد رحيم، والهدف صامد لغاية الآن، صامد لغاية الآن بالنسبة لفريق ديالى. هل هناك عودة لفريق نفط ميسان أم يبقى التفوق، أم يبقى التفوق لنادي ديالى؟ ركنية الآن، ركنية البديل محمد خضير على تنفيذ الركلة الركنية. هل هناك عودة لفريق نفط ميسان عن طريق الكرات الثابتة أم يبقى دفاع فريق ديالى متفطن ولديه حارس أبعد كرة التعادل، أبعد كرة التعادل؟ شاهد زحمة داخل منطقة ال6 ياردة للحارس وسام محمد، والركنية أخذت وقتا طويلا قبل التنفيذ. محمد خضير يلعب الركنية هنا الرأسية، لكن الإبعاد من الدفاعات من مقتدى، وصلت إلى جعفر ناصر يحاول تمريرة، وصلت الآن لمحمد خضير، محمد خضير يحاول المرور، وهناك خطأ على أوباري، وأوباري لديه بطاقة صفراء ونصفرت احمرت وانظهرت البطاقة الصفراء الثانية. شاهد لاعبين نفط ميسان يقولون لديه بطاقة صفراء، نعم لديه بطاقة صفراء ثانية، وبالتالي سوف تظهر البطاقة الحمراء. فريق ديالى الذي الآن يلعب منقوص العدد في الدقيقة 88. أوباري وبطاقة حمراء، نعم دخول قوي جدا من أوباري، يستحق البطاقة الصفراء، يستحق البطاقة الصفراء. خطأ الآن محمد خضير على تنفيذ الخطأ. الآن الفريقان يلعبان منقوص العدد. فريق ديالى يتعرض إلى بطاقة حمراء. محمد خضير على تنفيذ الخطأ، تلعب الكرة قصيرة وابعدت من مصطفى مؤيد، البحث عن الهجوم المرتدى. عبد الفرحان تركها لابراهيم الى اياد عبد الفرحان بحثا عن المرور. اياد ما زالت بالكره، تركها لابراهيم الى اياد، واياد مر، عدى اياد، مرر الكره الى انس مالك لمصلحه فريق ديالى. الان الفريقان متساويان، الفريقان يلعبان ب10 لاعبين. فريق ديالى الطرد رقم طبعا الطرد السادس على فريق ديالى خلال 27 جولة. عبد المجيد صبارة طرد مرتين، علي الرحيم طرد، وايضا شهاب الصالحي وحسين يونس. كرة الان عالية وطويلة، خلاص دخلنا دقيقة 90 من هذا اللقاء. هل هناك هدف التعديل لنفط ميسان أم يبقى فريق ديالى، أم يبقى نادي ديالى متفوق بهذه النتيجة؟ على عبد الأمير، كرة الآن عودة لاعبي نادي ديالى إلى الخلف من أجل الدفاع. مقتدى ابعاد الكرة، مباراة كبيرة لمقتدى. هل هناك خطأ؟ نعم خطأ على أيمن صفاقسي، خطأ على البديل التونسي أيمن صفاقسي، يخطأ. هل لمس الكرة باليد؟ هنا اللقطة شاهد، نعم لمس الكرة باليد من أيمن صفاقسي. 6 دقائق كوقت مضاف، نفس عدد الدقائق التي أضيفت على أحداث الشوط الأول. أيضا تضاف 6 دقائق. تلعب محمد خضير، الكرة العالية هنا الرأسية والإبعاد من دفاعات نادي ديالى بحثا عن مرور مرة أخرى، وهناك خطأ لمصلحة نادي ديالى، لمصلحة أيمن صفاقسي. طبعا نادي نفط ميسان سجل بعد الدقيقة 90 3 أهداف واستقبل 6 أهداف، بينما نادي ديالى بعد الدقيقة 90 سجل 4 أهداف واستقبل 4 أهداف. يعني الفريقان سجلا
الأهداف بعد دقيقة 90. الدقيقة الأولى مرت من الوقت المضاف، والآن الدقيقة الثانية. جماهير نادي ديالا الكل واقف على أعصابه، أكيد دقائق ليست سهلة، دقائق صعبة جدا على الفريقين. هذا مقتدى صاحب الهدف الوحيد، وسام محمد، والحكم محمد طارق يطلب من وسام محمد لعب الكرة سريعا بدل أن أعطيك البطاقة الصفراء. اليوم شاهدنا بطاقات صفراء كثيرة على لاعبين نادي ديالا، وأيضا بطاقة صفراء. تم إشهار البطاقة الصفراء على وسام محمد، هي البطاقة الصفراء الرابعة، وأيضا كانت هناك بطاقتين صفراويتين بوجه كولينز أوباري المهاجم. نعم 6 بطاقات صفراء مقابل بطاقة، نعم هي الآن أصبحت بطاقة لكن تحولت إلى حمراء على العموم، والبطاقات الحمراء بطاقة ببطاقة. تلعب الكرة إلى ماثيو كريست، يحاول ناثانيال نانجولو تمريرة إلى كريست، يطلب من علي عبد الأمير التقدم إلى الأمام، وصلت لعلي عبد الأمير من جديد إلى كريست، تمريرات قصيرة. جعفر ناصر، جعفر إلى كريست مجددا، مصلحة فريق نفط ميسان يضغط لاعبي نادي ديالا. حسين مطر أمامية إلى ماثيو، حسين مطر مجددا، يحاول فريق نفط ميسان تمريرة طويلة، هنا الرأسية وصلت لجعفر ناصر، جعفر ناصر يحاول المرور لكن أيمن الصفاقسي قاطع الكرة. هنا التمريرة الأمامية بحثا على اياد عبد فرحان، لكن أقرب حسين مطر الذي يلعبها لأمجد رحيم، يلعبها أمجد رحيم من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان، أمامية من كريست، كرة العالية رأسية مصطفى مؤيد، وصلت إلى علي خالد الذي شتت الكرة عالية. إبراهيم تحضير الكرة، يحاول قطعت سريعا من فريق نفط ميسان. دخلنا الدقيقة الرابعة من الوقت المضاف، تلعب الكرة العالية وطويلة. مقتدى هذا اليوم في الدفاع وفي الهجوم، سجل الهدف ولم يكتفي بتسجيل الهدف وإنما يدافع بشراسة. رمية جانبية، جعفر ناصر يحاول فريق نفط ميسان، جعفر يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، لكن ثامر الصالحي والابعاد من التونسي الى الخارج. علي عبد الامير على تنفيذ الرمية الجانبية، هناك ابراهيم ساقط على ارضية الملعب، لكن الحكم يقول استمرار اللعب. تلعب الكرة عالية، وصلت لامجد رحيم يلعبها الى ناثانيال نانجولو، يلعب الكرة، يحاول الآن علي عبد الأمير لكن قطعت الكرة من أمين صفاقسي، يحاول أيمن صفاقسي يلعب لأياد عبد فرحان يبحث عن المرور، لكن قطعت الكرة عادت مجددا لمصلحة نادي نفط ميسان. يحاول الآن جعفر ناصر، وهناك بطاقة صفراء على مقتدى. هدوء يا شباب، لا داعي لهكذا لقطات. بطاقة صفراء على مقتدى، واعتقد مثلها على جعفر ناصر. نعم البطاقات تتوالى هنا وهناك. مقتدى يتحصل على بطاقة صفراء، وجعفر ناصر اللاعب بديل يتحصل على بطاقة صفراء. 5 دقائق انتهت وندخل الدقيقة السادسة. شاهد بطاقة صفراء مستحقة يا مقتدى. نعم لقطة غير يعني بصراحة يعني لقطة يعني غير محببة. خطأ الآن لمصلحة البطاقة الصفراء، كانت على رضا محمد وليس على جعفر ناصر. لا على جعفر ناصر. نعم أنا ذكرت على جعفر ناصر وليس. هل كانت هناك بطاقة أخرى على رضا؟ نعم أيضا بطاقة على رضا محمد. كثيرة هي البطاقات الصفراء، يعني نتكلم عن 5 بطاقات صفراء على الفريق طبعا 7 بطاقات صفراء ومن ضمنها بطاقة حمراء على فريق ديالا. وأيضا تكلم عن
بطاقة حمراء والآن بطاقتين صفراويتين على فريق ديالا. إبراهيم وأيضا وسام محمد ساقط على أرضية الملعب. 6 دقائق انتهت الوقت المضاف، لكن أكيد هناك إضافة تبديل. خروج إبراهيم ودخول منتظر عبد السادة بديلا لإبراهيم الذي يخرج الآن. إبراهيم تانديا أيضا هناك بطاقة صفراء على من معروف محمد طارق بإشارة بطاقة الصفراء، لكن يعني من وجهة نظر شخصية أعتقد يعني بطاقات صفراء مستحقة بسبب الاعتراض، بسبب التأخير، بسبب حالات اللعب. وأيضا هناك بطاقة صفراء أخرى على إبراهيم. يعني خلال دقائق شاهدنا 5 بطاقات صفراء. ومحمد طارق يطلب من المدافع ناثانيال نانجولو طبعا الابتعاد. يامن الزلفاني يعرف تماما أهمية النقاط الثلاثة، تبعده عن مناطق الخطر. يعني إذا حقق الفوز اليوم فريق ديالا الذي لغاية الآن هو متقدم يصل إلى النقطة 35، يعني يبتعد عن نادي النجف المهدد بالهبوط ب25 نقطة. نعم بطاقة صفراء على إبراهيم، بطاقة صفراء، يعني 25 نقطة ومتبقي يعني خلاص ديالا ضمن البقاء على الأقل، يعني على الأقل عدم الهبوط. نتكلم عن فارق 21 نقطة، يعني فارق كبير جدا، لكن ما زالت هناك جولات. وهنا شاهد البطاقات 8 مقابل 2، البطاقات الحمراء بطاقة مقابل بطاقة، مباراة مليئة بالبطاقات. والآن هنا خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان من أجل التعديل، من أجل الخروج بنقطة والعودة إلى العمارة بنقطة تكون ثمينة جدا. لعبة قصيرة هنا محمد خضير يلعب الكرة العالية. محمد خضير رأسي والإبعاد موجود. ماثيو بالقرب من جعفر ناصر انطلق على عبد الأمير من جهة اليسار. علي عبد الأمير يلعب الكرة قصيرة وابعدت عادت إلى ناثانيال يبحث عن تصويبة وتمريرة. ما بين التصويبة والتمريرة مصطفى مؤيد موجود في التغطية الدفاعية والإبعاد إلى الخارج رمية جانبية. ندخل في الدقيقة 10 بعد الدقيقة 90. هل يعد النفط ميسان بعد هذا الضغط على مرمى فريق ديالا؟ علي عبد الجبار يوجه ويتدخل ويحاول أن يوجه اللاعبين. إبراهيم عبد الكريم يلعب الرمية الجانبية، وهنا الإبعاد مرة أخرى على رمية جانبية أخرى. شاهد حسين مطر متقدم إلى الأمام. ماثيو ناثانيال نانجولو جميع اللاعبين متقدمين إلى الأمام. هنا الرأسية والمحاولة والإبعاد وصلت إلى محمد خضير يلعب الكرة إلى ماثيو، الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. الإبعاد من علي خالد، وهنا إبعاد آخر من أنس مالك. ما زالت المباراة لم تنتهي. لعبة محمد خضير يلعب الكرة العالية. هنا الرأسية مرت جعفر ناصر. يا الله التصدي والمتابعة والكرة الخطيرة، وما زالت المحاولة وهجمة ب7 أرواح. أي تصدي لوسام، وأي تصدي من الدفاعات والمطالبة بركلة جزاء. أي هجمة ب7 أرواح. حاول فريق ولاعبي نفط ميسان في مرة أولى والثانية والثالثة، لكن مرة وسام ومرة الدفاعات والمطالبة بركلة جزاء. كيف تصديت لها يا وسام؟ والبحث عن ركلة جزاء. هل لمس الكرة باليد من علي خالد؟ هل هناك لمسة يد على علي خالد؟ والمطالبة بركلة جزاء. هل هناك عودة للفار؟ لا وجود ركلة جزاء.
لا وجود لركلة الجزاء، والحكم يطلب الاستمرارية، يطلب استئناف المباراة من رمية جانبية على عبد الجبار. يقول هناك لمسة يد، لكن محمد طارق يقول لا وجود للمسة اليد، وما زال يتكلم مع الفار. نعم خلاص رمية جانبية لا وجود ركلة جزاء. دخلنا الدقيقة 12 من الوقت المضاف. اي دقائق نارية. ابراهيم عبد الكريم على لعب الرمية الجانبية، يلعبها هنا الراسية والابعاد، عادة الابراهيم مرة اخرى لمحمد خضير. محمد خضير يلعب الكرة العالية، هنا المحاولة والابعاد الى ركنية لمصلحة فريق نفط ميسان. يضغط فريق نفط ميسان، وقتال من دفاعات ديالا. اما نفط ميسان فرسان المملكة يبحثون عن التعديل امام ابناء البرتقال، امام مدينة البرتقال، امام مدينة ديالا. الان ركنية تلعب على القائم الاول، والراسية والابعاد، وهذا لعب الكرة داخل منطقة الجزاء والراسية. وهنا الحكم محمد طارق ينهي المباراة التي كانت نارية وقتالية في الدقائق الأخيرة، وديالا يفوز بهدف مقتدى حسن الذي سجله في الدقيقة 55. حاول نادي نفط ميسان لكن لم ينجح، وفي الأخير ديالا يصل إلى النقطة 35، ونفط ميسان يبقى عند طبعا 25 نقطة. مبارك لديالا جماهير ديالا، هارد لك نفط ميسان وجماهير نفط ميسان. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.